لو في شخص بيتهرب منك وبينهي الكلام معاك بجملة زي أنا مشغول دلوقتي، كلمني بعدين، بقولك بلاش زن عشان مش فاضي، اعمل التكتيك ده وهتلغي كلمته تماما كأنها ما اتقالتش. التكتيك اسمه إعادة الضبط البارد. كل اللي هتعمله إنك مش هترد عليه أصلا وهتعلق المسج خالص وتسحب نفسك لمدة يوم كامل. تعال أقولك علميا ده بيعمل إيه في دماغ الشخص ده. العقل الباطن للشخص ده لما بيبعت مسج فيها رفض أو انشغال بيبقى متبرمج ومستني رد فعل منك فوري، يا إما عتاب أو كلمة تمام بقلب مكسور. الانتظار ده بيفرز عنده نسب عالية من هرمون الدوبامين. لما تسيبه لمدة 24 ساعة كاملة انت بتعمله حاجة اسمها خرق التوقع. الدماغ ما بيلاقيش الرد اللي مستنيه، فبيحصل هبوط في هرمون الدوبامين بشكل مفاجئ. كل ده بيتحول بعد كده لفضول قاتل، هو ليه ما اداش رد فعل. رقم 2، في علم النفس الإدراكي في قانون بيقول إن العقل الباطن للإنسان بيفضل دايما مشغول ومشدود للحاجات المفتوحة. لما انت علقت المسج انت فتحت في دماغه ملف، فالشات فضل مفتوح ومتعلق وانت اللي معلقه. اللي انت هتعمله بعد ما ال 24 ساعة يعدوا كالآتي: لما ترجع مش هترد عليها خالص، انت هتدخل ترد عليه في موضوع تاني خالص ملوش اي علاقة باللي قاله، وهنا انت بتعمل تجاهل لانشغاله كأنها ملهاش قيمة. هتعمل ده ازاي؟ هتقوله ايوه صح انا نسيت اسألك عن ميعاد ده، كأنك بترد على موضوع تاني خالص في دماغك. او ان انت تتجاهل انشغاله خالص وتدخل تسأله في اي حاجة ليها علاقة بمصلحتك واهتماماتك. يعني مثلا تقوله يا كذا عامل ايه فينك، بقولك ايه صحيح ما تنساش تسلمني الورق بتاع الشغل عشان عايزه ضروري، احنا النهاردة جبنا سيرته في الشغل. واخرج من الشات. طبعا انت هتقولي وانا ليه يبقى في حد في حياتي بيتهرب مني واسيبه في حياتي؟ اوكي انت مش بتسيبه في حياتك، بس في غيرك بيسيبه. انا ماليش دعوة، انا دلوقتي قدامي موقف انت خلاص اتعرضت ليه وسبت نفسك لحد ما الموقف ده يحصل، وتدي فرصة للشخص ده ان هو يعمل كده. لو جيت لي قبل الموقف هقولك لا ما تعرضش نفسك لحاجة زي دي من البداية، ولكن دي مش مشكلتي. انا بديلك طرف الخيط والحل للحاجة اللي انت بالفعل تعرضت ليها وعايز تسحب كرامتك. بعد ما تعمل الحل ده انسحب من حياته واعمل اللي انت عايزه. دي مش بتاعتي.